بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا اتفضلوا معانا العيش الشمسي اللي عامل زي الكيكة، وعملنا منه الجرجوش ده بيطلع من العيش الشمسي زيه زي البقسماط، زيه زي الفايش. يعني تستخدميه بكوباية الشاي اللي باللبن على الصبح، أو كوباية الحليب بتاعتك على الصبح، بيطلع دايب دوب. يعني مجرد ما تحطيه في الكوباية بتاعتك بيطلع زي العسل ويعجبك. لو انت عارفة او عايزة الوصف بكل تفاصيله بالعيش الشمسي اكتبي لي، لان انا كنت منزلة قبل كده الفيديو بتاع العيش الشمسي بكل تفاصيله. ولو حابة اكتبي لي في التعليقات وانا انزل لك العيش الشمسي بكل الطريقة بتاعته وبكل التفاصيل. يعني العيش الشمسي من العيش الجميل الحلو اللي ممكن سهل تخبزيه في بيتك وتعمليه مقدار قليل، مش زي المقدار اللي انا خبزاه، لان انا ما شاء الله خبزه كتير، لان انا عادي متعودين على الخبيز بتاع العيش الشمسي، فبنخبز كميه كبيره. فزي ما انت شايفه يعني متعوده عليه وعارفه الكميه بتاعتي اللي بخبزها او اكتر، بعرف ازاي اعملها. لو انت عايزه اقل من كده اكتبي لي في التعليقات وانا اقول لك اعملي ايه، او مثلا المواصفات بتاعته. وطبعا الكمية بتاعتك اللي انت عايزة تخبزيها سواء كتير أو قليل، تعرفي ازاي تطلعي العيش الشمسي ده في منتهى السهولة والبساطة وانت قاعدة في بيتك في شقتك من غير ما تنزلي. أهم حاجة الدقيق موجود عندك في البيت، يعني هتملي بيتك كله خير وهتمليه كله خبيز. وطبعا ريحة الخبيز في البيت أو ريحة يعني المخبوزات عندك بتملى بيتك كلها خير. وفعلا حاجة سهلة وبسيطة. وتعالي معانا ويا ريت معايا بتتفرجي عليا، يا ريت لايك وشير وكومنتاتكم بتعجبني. وشكرا لكل اللي بيدخل على قناتي بيشوفني بيكتب لي تعليق بيشاهد قناتي، ولو حتى مش هتكملي الفيديو برضو بشكره وبقول لكم شكرا لكم كلكم. ربنا يعزكم وربنا يكرمكم جميعا. إيه العيش الشمسي كده؟ تعالوا معانا نشوفوا مكوناته. مكوناته عندي معايا طبعا كمية من الدقيق، إيه كمية يعني ما شاء الله كبيرة. زي ما قلت لحضراتكم ان انا بخبز كمية كبيرة، إيه علشان لو بحتاجها بحط منها في الفريزر، بحط منها في التلاجة، وبقعد فترة طويلة ما بخبزش، بخبز كمية مرة واحدة علشان اطول عليهم واقعد معاهم فترة كبيرة. معايا كمية من الدقيق زي ما انتوا شايفين وخميرة. الخميرة دي كنت مخمراها من بالليل، طبقين دقيق على الفراكة او على الحدق بتاع العيش بتاعي والدقيق، وعليهم معلقة ملح، وهحط الخميرة. هتقولي لي فين العصيدة؟ عشان في ناس بتعصد للعيش الشمسي، علشان احنا في الصيف ما عصدتلهوش يا ست الكل. حطيت الخميرة كده بالحدق بتاعها او زي ما انت تسميها او الخمر بتاعها، وخمرت عليها طبقين من الدقيق، ونزلت عليها طبعا على ايه، على كمية الدقيق اللي ما شاء الله كبيرة. عجنت كده الدقيق بتاعي زي ما انتوا شايفين، قعدت فيه ساعة ونص يا جماعة. العجين بتاع العيش الشمسي لازم تاخدي وتدي فيه كتير علشان يطلع معاكي حلو ويديك النتيجة اللي انت شفتيها في البداية. ايه معايا كده المقارص بتاعتنا حط عليها النخالة أو نخالة الدقيق اللي هي الردة، وقطعت العيش زي ما انتوا شايفين كده وسايباها كده ايه يخمر. عندك شمس حط في الشمس، ما عندكش شغال المروحة وسيبيه كده. انا سايباه على المروحة لحد ما يخمر، يعني بتسيبيه كده ايه لمدة ساعة ونص، ساعة بالكتير، وتلقيه ايه في الصيف حاليا تلقيه خمر معاكي بسرعة، ما بياخدش معاكي وقت نهائي. قطعتيه وسيبيه كده لحد ما يخمر ويرتفع ويتضاعف حجمه. وبعد كده هنشغل ايه، هنشغل الفرن بتاعتنا البلدي وهنشتغل عليها، ونمسك العيش بتاعنا قد كمية الفرن بتاخد عيش، هنرص العيش بتاعنا كله. اصبري عليه وطولي بالك لحد ما يرتفع.
طبعا العيش ما يعني لا ليه خمر محدد وليه خمر معقول علشان ترصيه معاكي في الفرن ويطلع معاكي جميل وحلو، ويطلع معاكي منفوخ، ويطلع زي الكيكة زي ما انتوا شفتي كده بارتفاع شاهق. سيبناه كده ولحد ما خمر، وتعالوا نشوفه بعد الخمور. شايفين الارتفاع بتاعه اهو زي ما انتوا شايفين كده، ارتفاعه مناسب وكده خمر. شوف الحتة اللي من تحت اللي بيطلع من تحت ده، او هو خمر وخلاص كده بيبان ان هو خمر كده وخلاص يعني. على طول هنشرك العيش بايه؟ بالإبرة بتاعتنا او بدبوسة او بأي حاجة. شركي العيش كده تديه تشريكة حلوة، وتحطيه على الفرن البلدي بتاعتك، وتسيبيه تسخن الفرن جامد. وتحطيه يعني تولعي الفرن فوق وتحت، ويبتدي العيش بتاعك الجميل ده يتنفخ تاني ويقب تاني، ويبقى يعني يرتفع اكتر ما هو مرتفع كده في الفرن بتاعتك. خلصنا العيش بتاعنا كله الشمس كده. انا بوريكي بس الارتفاع ان هو خموره كده مظبوط وتمام التمام. وشغلت الفرن كده وانا بسوي لكم العيش ان هو بيخمر، والفرن بتاعتي كانت سخنت. هبتدي بسرعة كده اشرك العيش بتاعي، واحط الكمية اللي, اللي هي ايه بتاعة الفرن بتاعت المطلوبة. بعد ما نشرك العيش ونرصه كله في الفرن على المطرحة زي ما انتوا شايفين، كله رصناه وحطيناه في الفرن. نولع الفرن ونسخنها، ونغطي على ايه على احلى عيش، ونسيبه لحد ما يستوي. خلصنا كده، خلصنا. يلا بسرعة نحطه في الفرن، ونقفل الفرن بتاعتنا ونحط بسرعة. انت مش هتكوني يعني عندك الفرن دي، ممكن يكون عندك فرن البوتاجاز. فرن البوتاجاز برضو يطلع معاكي حلو، سخني فوق وتحت وحطي العيش بتاعك، هيطلع احلى عيش من ايدك يا ست الكل. طبعا الحاجة اللي بتتعبي فيها بتلقي النتيجة بتاعتها حلوة ومبهرة. أنا علشان ما أطولش عليكم في التسوير من البداية، لأنه مرحلة الخبيز بتاعة العيش الشمس طويلة، فقصيت منها كتير علشان الفيديو بتاعي ما يطولش عليكم. وده كان أحلى عيش زي ما انتوا شايفين، ارتفع زي ما قلت لكم تاني مرة واتنين، وبيتنفخ وتعلي عليه الفرن فوق وتحت، وتسيبيه لحد ما يستوي، لحد ما ايه العيش بتاعك يستوي وينس معاكي كويس، ويبقى عامل زي الاسفنج او زي الكيكة. خلصنا مرحلة العيش. تعالي نشوفه بعد ما هنطلع العيش كله، هنشوف نطلع منيه ايه تاني. كده هو جاهز. لو انت مثلا استوى وطلعتيه خلاص عايزة تاكلي بيه كده، كلي. بس انا الكمية بتاعتي علشان بعملها زي ما قلت لكم ما شاء الله كتير، بحط منيها في الفريزر، بحط منيها ايه في التلاجة، وبخلي منيها اخزن منيها. طبعا كنت عايزة اعمل الجرجوش اللي انا وريته لكم في البداية. كده هقسم جبت كده رغيف العيش بتاعي زي ما انتوا شايفين، وهقسمه لتلاتة أو أربعة زي ما تحبي. الرغيف بتاعي كان صغير ما كانش كبير، فقسمته على تلاتة. في المرحلة دي هنعمل ايه؟ هنوطي الفرن خالص خالص زي ما يكون شمعة، شمعة كده يدوب، من تحت ومن فوق. ونسيبه لمدة ايه؟ لمدة ساعة، ساعة كده، لحد ما العيش بتاعي زي ما انتوا شايفين. يعني شوف العيش انا بضغط عليه بكل قوة، وعامل زي الاسفنج بيطلع تاني لفوق. وب يعني بصي، يعني اضغط عليه والارجح تاني. ده من نجاح العيش، ويكون المقادير بتاعته مظبوطة والعجينة بتاعتك مظبوطة. او العجينة لازم لازم العجين بتاع العيش الشمسي بيختلف، بياخد وقت. يعني المية بتاعته ما تحطيش مية كتير، يا دوب بلي ايدك واعجني، بلي ايدك واعجني، تلقي النتيجة المبهرة دي. حطينا كمية القرقوش كلها اللي انتوا شايفينها، رصناها في الفرن علشان ايه بعمل كمية كده وخليها تقعد معايا فترة طويلة. كده كانت خلاص اتحمرت، طلعت منها جزء وسبت منها جزء. وكده كان معايا من العيش الشمسي طلعت مني القرقوش بتاعي زي ما قلت لكم، زي ما تحبوا تسقوا بيه سقوا بيه. وكده كان معانا الفيديو، يا ريت يكون عجبكم ويا ريت تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.